امها راه ما كتبغيهاش. شنو كتقول لها؟ شنو كتقول لها؟ امها كتقول لها انت مصاحبه مع مغربي كيجمع الزبل، مع مروكي كيجمع الزبل. كتقول لها بعد منه. كتقول لها بعدي منه، هذا كيجمع الزبل ما يصلحلكش. وهي وهي مسكينه كتبغيني وقابله عليا وقابله على هذا الوجه وقابله على هذه الكروس الحاله. اخويا قبلت الناس وكتدفع لي مسكينه الكروس. مازال صغيره كتقاتل معايا مسكينه، هي شوف كتقاتل اخوتي معايا. شوف الصراحه انا ما نكذبش عمي الله. كنبغيها. سي قول والله. والله العظيم عمي عبد الرحيم ما نتخلى عليها ولا هي راه عارفه. هي حاسه مسكينه. سي خوتي انتم كتشوفوا قصه حب داخل كوخ. هؤلاء انا ميكروفون. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué puedes decir sobre Mohamed? Pues digo es que me pongo muy nerviosa. Que es muy buena persona, que lo quiero mucho y que es una persona que siempre ha estado ahí para mí. Y قلت لك اخوتي محمد بانه انسان رائع وكتبغيه بزاف ودائما وقت معاها. Y que no me gustaría perderlo porque es una persona que se ha vuelto necesaria para mí. Porque قال لك واحد الشخص مهم بزاف بالنسبه ليها. llevamos casi un año juntos y es como si lleváramos toda la vida porque siento que lo conozco de toda la vida. قال لك دوزت معاه غير عام وحاسه بانها كتعرفوا حياتها كامله. Y eso. Y ¿cómo estás tú? La vida. Bien. قلت لهم كيفاش الحياه ديالك La انت؟ vida me ha dado un giro dramático de los acontecimientos porque conocí al Moja y después de eso pues me ha mejorado la vida porque es como que estoy mejor y también he tenido muchos problemas pero ya los he superado todos, casi todos, y gracias a lo que haya pues sigo para adelante y bien fuerte y nadie me para. Decimos alhamdulillah. Alhamdulillah. ان شاء الله. كنت صار زين سنه 21. فعمرها 21 سنه اخوتي، وقالت لك الحياه قاسيه ماشي غير عليها هي، على بزاف د الناس، وقالت لك يعني هي ماشي استثناء. شوف فيا وقول الصراحه. الصراحه انا ما نكذبش عمي الله. كنبغيها. سي قول والله. والله العظيم عمي عبد الرحيم ما نتخلى عليها ولا هي راه عارفه. هي حاسه مسكينه. سي. Y tú, la verdad, tú lo amas. Sí, porque no veo una vida sin él. خوتي انتم كتشوفوا قصة حب داخل كوخ، وقصة حب السيد باغي يتزوج بها، باغي تكمل معها حياتك. باغي نتزوج انا وياها ونديروا شي، ونديروا واخا غير موحل انا وياها ونديروا وليدات ان شاء الله. هي المدام ديالي مسكينه ديما كتعاون معايا، والله الا ديما كتعاون معايا، كتضرب معايا ثمنه مسكينه، وهي كنعطيها الجر غير الكروسه. كتخرج تعاونك؟ كنعطيها تخرج الجر غير الكروسه. هي هذا طرنوفه يسير لك غادي شي بياسه كنفتحوها. شدي دوخي ايوا دامي. شوف اخوتي، شوف الروعه اللي كتبغيه مسكينه، كتخرج كتعاونوا، يعني هو كيجمع الزبل وهي كتعاون كتجر المراه ديالي. والله العظيم هي المراه ديالي. سيونو عندنا مسكينه. المراه ديالي كتعاونني والله العظيم مسكينه، الله يخلي لها صحتها. هذا هو الحب الحقيقي اخوتي. قلت لك كتبغيه مسكينه كتخرج. امها شنو كتقول لها؟ امها راه ما كتبغيهاش. شنو كتقول لها؟ امها كتقول لها انت مصاحبه مع مغربي كيجمع الزبل، مع مروكي كيجمع الزبل. كتقول لها بعد منه. كتقول لها بعدي منه، هذا كيجمع الزبل ما يصلحلكش. وهي مسكينه كتبغيني وقابله عليا وقابله على هذا الوجه وقابله على هذه الحاله. اخويا قبلت الناس. كتدفع لي مسكينه الكروس. مازال صغيره. كتقاتل معايا مسكينه، هي شوف اخوتي شوف اخوتي كتقاتل معايا مسكينه والله العظيم. وكتقول لي نمشي معاك ديما وهذا. انا كنحشم مسكينه، ما كنبغيش نعيق عليها، كنتعاون معايا مسكينه، دافعه الكروسه راسها مسكينه. اول ايام رمضان مغربي مع الحسناء الروسيه اللي كتبغي خونا المغربي، وكتمشي تجمع معاه الزبل. ما كتقول لها واش كتمشي مع مغربي مسكينه الله يخليها لي. كتقول لها واش انت حمقى كتمشي مع مغربي وزبال؟ قالت لها انا تنبغيه ونمشي معاه لاقصى الحدود العالم. كان هذا الجزء الاول من قصه محمد المأساويه مع الحريق والغربه في برشلونه.
انتظروا الحلقة الثانية قريبا إن شاء الله. واللي بغى يتواصل مع